السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حابب أنقل لكم تجربة أنا عملتها. أنا ركبت الجهاز الجميل ده عند الباشمهندس رامي. الجهاز دوت طبعا جهاز توفير بنزين. أنا عندي العربية كانت بتعمل في الصفيحة تقريبا 200 كيلو. فطبعا النيسان معروفة ان هي يعني شوية في البنزين بتاكل بنزين، فكان لازم طبعا ان انا يعني اشوف حل للموضوع ده. فطبعا كنت اركب غاز، بس لقيت طبعا الغاز هيبقى مكلف وهيبوظ العفشة وهيبوظ لي الشنطة، ومشاكله كتير. الغاز برضه بيبوظ المكنة. فخلينا في الجهاز الجميل ده الاول. يعني مزايا كتيرة. الجهاز ده بيحافظ على الموتور، بينظف الموتور من جوه، بيقلل زمن غيار الزيت، بيديك عزم كويس في العربية بعكس الزيت طبعا. وفر معايا تقريبا 40% بالظبط من استهلاك البنزين. انا طبعا العربية عندي زي ما قلت لحضراتكم في الاول ان هي بتعمل تقريبا 200 كيلو في الصفيحة. فطبعا حبيت ان انا اشوف التغيير ده بيجي ازاي. فطبعا جيت ركبت الجهاز ده عند الباشمهندس رامي. وفر معايا تقريبا بالظبط 40% زي ما قلت لحضراتكم من استهلاك البنزين. الباشمهندس رامي وانا مش بحب اعمل اعلان لحد ولا حاجه، ولكن هو بصراحه انا مرضتش اصور غير بعد ما فولت مره واتنين. يعني فولت مره واتنين وبعد كده صورت عشان برضه في مصداقيه للكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده. انا شغلي معظمه سفر، ومعظمه طبعا استهلاك كبير للبنزين، فكان لازم فعلا ان انا استنى مره واتنين عشان يكون في مصداقيه. لما اجي اعمل حاجه يكون يعني فيها مصداقيه لكم ولحضراتكم، لان ضميري يحكم عليا ان انا اعمل كده. التجربه الحمد لله وهتوفر معاكم كتير. انصحكم بتركيب الجهاز ده.